حفلات الشامي بتونس قلبت رحلات مدرسية. هالشي أبداً مو صدفة عزيزي المشاهد، ونحن هون لنكشف لك السر. دائماً كنا نلاحظ بحفلات الشامي إنه أغلب الفانز عم يكونوا بنات وأعمارهم بتتراوح بين 15 وال 25 سنة، بس بتونس 3 حفلات كاملة العدد للشامي كانت عبارة عن 99.9% أطفال طالعون على المسرح وغنوا معه وبكيوا على أغاني. وهالحفلات بعد شوي كانت رح تقلب لرحلة مدرسية، والمرافقين يلي ما كان يفلت منهم أكبر معجب. صرنا نشوف الأطفال عم يخترقون بكل سلاسة، وبتحليل معمق عملوا فريق تحرير بوست فيو واستمر ل5 دقائق كاملة. قدرنا نستنتج إنه عبودة عم يروج لمقعده ببرنامج ذا فويس كيدز بهالطريقة الذكية، إنه يعني هو محبوب الأطفال ويلي طلعوا حافظين كل أغانيه عن ظهر قلب. وإنتو خبرونا شو رأيكم بخطة عبودة الكيوت، وهل بتتوقعوا يعمل الشامي غنية للأطفال مثل نانسي عجرم؟ من غير ما تشخبط عالحيط.